السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعيني الكرام. في هذا الفيديو سنتعرف على أخبار الأهلي السعودي، ولكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر التقرير الطبي للثنائي منصور الشمري وعلي مجرشي كما يلي: أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب منصور الشمري عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية بالساق اليمنى، وحاجته لأسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. على الجانب الآخر، أكدت الفحوصات الطبية النهائية التي أجراها اللاعب علي مجرشي عدم حاجته للتدخل الجراحي، ويحتاج اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يستمر من 2 إلى 3 أشهر قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول. ويلعب فريق الأهلي السعودي مع فريق العروبة يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.